الا كنتي كتحلمي بحياه زوجيه سعيده براجل كيبغيك عايشين فرحانين، خاصك تنتبهي لهاد الشروط وهاد المواصفات. واش كاين ديك السيد اللي انت معاه واللي غادي تزوجي به ولا لا؟ ولا ما لقيتيهمش راه ladies and ladies, welcome back to another video. firstly خاصنا نفهموا بعدا شنو هو الزواج وعلاش خاصنا نتزوجوا اصلا. كنقولوا عليه مؤسسه الزواج حيت هو فيه واحد الضوابط معينه اللي خاصهم يتحترموا. طبيعه الحال ماشي للدرجه ديال الاداره، ولكن راهم واحد الضوابط. في الزواج كيجمعوا ما بين جوج ديال الناس اللي كيكون عندهم ثقافات مختلفه، كيكون عندهم تربيه مختلفه، وهاد جوج الناس اللي غادي يبقاو يشوفوا بعضياتهم كل نهار. وكنظن بلي راه كلشي عارف شنو هو الزواج بلا ما نزيد نهضر ليه بزاف. خاصنا نعرفوا علاش خاصنا نتزوجوا. فيرست، ما كنتزوجوش حيت بغيت ندير العرس ونطلع في العماريه. ما كنتزوجوش حيت بنات خالتي وبنات الجيران وصحاباتي تزوجوا. ما كنتزوجوش حيت عنده الفلوس. ما كنتزوجوش حيت ماما بغات تشوف وليداتي وعائلتي بغات تفرح بيا. ما كنتزوجوش حيت قربت ندير 30 وبلا بلا 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 بلا. كاين بزاف. ladies and ladies، كنتزوجوا فاش كنلقاو الانسان المناسب، فاش كنلقاو داك الشريك الحياه. كنقولوا عليه شريك حياه، غادي يشارك معنا حياتنا واللي غادي تعاونوا بعضياتكم في هذه الرحله ديال الحياه. غتكوني سند ليه وغادي يكون سند ليك. واخا دابا كيفاش غنعرفوا هذا الشخص المناسب؟ قبل بعدا الجانب ديال الفلوس وديال الجمال غنهضروا عليهم، ولكن نخليهم شويه حتى الاخر، ختامها مسك. اول حاجه خصنا نديروها باش نلقاو الانسان المناسب، خاصنا نكونوا حنا بعدا مناسبين. خاصنا نتعرفوا على راسنا، نعرفوا الحوايج اللي كنتقبلوهم في العلاقه، الحوايج اللي ما كنتقبلوهمش في العلاقه. نطوروا من راسنا الحوايج اللي فينا ممكن انهم يخلقوا مشاكل في علاقه مع واحد الشخص اخر، نحاولوا نخدموا عليهم. نتعرفوا على راسنا مزيان ونطوروا من راسنا بعدا. هذه اول حاجه. هادشي هذا راه غادي يسهل عليكم بزاف انكم تختاروا الانسان المناسب ليكم وشخصيتكم، حيت تكونوا مزيان عارفين شنو بغيتوا شنو ما بغيتوش، شنو الحوايج اللي فيكم مزيانه شنو الحوايج اللي فيكمش مزيانه. هكا غيسهل عليكم الاختيار. مثلا الا كنتي انت عارفه راسك واحد الانسانه اللي كتغلب عليك العاطفه وكتفكري بالعاطفه ديالك اكثر ما كتخدمي المنطق والعقل، هذه واحد الحاجه اللي تقدر انها تسبب لك واحد المشاكل كبيره في الاختيار ديالك الانسان المناسب. العاطفه شي جزء كبير منا وضروري اننا غنخدموها، ولكن الا كنتي انسانه اللي 100% كتخدمي العاطفه، الكلام الحلو كيغلب عليك. الا سمعتي غير كلمه زوينه كتمشي، خاصك تخدمي على راسك هو الاول، وتعرفي تحكمي في راسك، وتعرفي تخدمي على المنطق ديالك وعقل ديالك في اختيار الانسان اللي غادي يكون معاك. عاد داك الساعه تقدي انك تدخلي في واحد الغولاسيون اللي غتكون جديه وتكمل بالزواج. دابا خاصنا نعرفوا شنو هما هاد الحوايج هادو اللي خاصنا نكونوا عندنا حنايا كمعايير نختاروا بهم الشخص المناسب. اول حاجه هو التوافق الفكري. خاصك تشوفي داك الشخص واش كيشوف الحياه بنفس النظره اللي تشوفيها بها. ضروري ما غادي يكون بيناتكم واحد الاختلافات، ولكن انا كنهضر على الحوايج اللي كبار، الحوايج اللي مهمين اللي ضروري خاصهم يكونوا عندكم نفس الراي فيهم. اختلاف بالعكس كيخلينا نتعلموا من بعضياتنا ومزيان، ولكن الحوايج اللي مهمين خاصهم يكونوا بحال بحال. ما كاينش لا انا كنقبل الاختلاف في شي امور، ما كاينش الاختلاف. الامور هادو بطبيعه الحال كيتعرفوا بالحوار. خاصك تهضري مع داك الشخص وتعرفي واش عندكم نفس التطابق ولا لا. اعطيكم امثله لهاد القيم ولا المبادئ اللي ضروري خصهم يكونوا بحال بحال باش نقدروا اننا نفهموا الصوره اوضح. اول حاجه اهميه الاسره. واش داك الشخص كيتهموا انه يبني واحد الاسره؟ وانتيا مثلا كتهمك الاسره، كتهمك العائله، باغا تكوني عائله ويكون عندك الولاد وتعيشي واحد الحياه مستقره. هذه من الحوايج المهمين اللي خاصك تعرفي واش داك الشخص حتى هو عنده نفس الفكره. حيت راه كاينين بزاف ديال الناس اللي ما باغيينش يتزوجوا، ولا حتى الا كانوا باغيين يتزوجوا باغيين يعيشوا الحياه، ما كيعجبوش الاستقرار، ولا ما كتهموش العائله بصفه عامه. فانت الا كانت كيهمك العائله وعندك واحد القيمه كبيره في حياتك، خاصك تعرفي واش داك البيرسون حتى هو عنده نفس الحاجه ولا لا. ولا حتى انت الا ما كانش كيهمك خاصك تعرفي حتى هو واش ما كيهموش. فضروري خاصكم تشوفوا واش كاين توافق ولا لا. الاولاد، واش داك الشخص باغي يولد ولا لا؟ وما تقوليش ليا باللي راه الا تلاقيتي مع شي انسان ما باغيش الولاد راه حتى تزوجوا وغادي يتبدل. حتى شي حد ما كيتبدل من مور الزواج. وقلت لي فهاد الامور هادو اللي كيكونوا كبار وحاسمين. انسان جانا قال لك لا انا ما باغيش الولاد راه ما غيتبدلش، وهذا راه موضوع كبير. ماشي انت حتى تزوجي عاد تقولي ليه لا راني بغيت نولد. وبالعكس طبعا الا كنتي انت عرفتي ما باغاش وهو باغي، اي حاجه قلتها تقدروا تقلبوها على المراه وعلى الراجل بجوجهم بحال بحال المواضيع هادو. وحتى على الخدمه، واش نتيا غتخدمي ولا ما تخدميش، واش هو كيفاش الخدمه ديالو دايره، واش كيقدر يخدم ولا ما باغيش يخدم.
المهم خاصكم تهضروا حتى على الخدمه وكيفاش غادي تسيروا الفلوس ديالكم من مور الزواج، ولا خصك تعرفي كيفاش هو كيسير الفلوس ديالو. حتى الدين، واش عندكم نفس النظره للدين، واش عندكم نفس التشبث، نفس الالتزام، نفس الدين مهم. خاصنا يكون عندنا نفس المعتقدات ونفس الافكار الدينيه. ملي تكونوا كتهضروا على الاولاد، الا جيتكم قررتوا انكم بغيتوا يكون عندكم الاولاد، خاصك تعرفي كيفاش هو باغي يربي ولادو. راه التربيه خصكم تهضروا عليها قبل. واش هو واحد الانسان اللي كيبغي يربي بالضرب، واش هو واحد الانسان اللي كيفكر انه خاصو يبني لولدو حياته قبل ما يتزاد. غيقول لك مثلا عرفتي انا كان الحلم ديالي نكون محامي، حتى ولدي ضروري غادي يكون محامي. وانت غتشوفي واش انت عندك نفس الفكره ولا لا. وكذلك تهضروا على فين باغيين تعيشوا، واش هو انسان اللي باغي يستقر ولا لا. كاينين الناس اللي كيبغيو يبقاو يسافروا ديما، ما كيعجبهمش يجلسوا في مدينه وحده. انت الا كان عندك مشكل كتبغي تستقري واش تبقاي جالسه في مدينه وحده، هذا راه يقدر يخلق لكم مشكل. المهم انا عطيتكم غير امثله على القيم ولا المبادئ اللي خاص يكونوا عندنا فيها نفس التفكير وما يكونش فيها الاختلاف. حيت الا وقع الاختلاف في هاد الامور هادو، راه غادي تكون واحد العلاقه اللي منتزعه، كنقول ما عندهاش اساس. بطبيعه الحال غتشوفي المبادئ ديالك وغتشوفي القيم اللي نتيا عندك هما الاولين، ما خاصهمش يتحيدوا. تحطيهم في هاد البارتي هادي اللي ضروري خاصهم يكونوا بحال بحال، ما يكونش فيهم اختلاف. انا كيف قلت لك عطيتك غير امثله فقط. شكون كتهضري مع داك الشخص على هاد المواضيع هادو بلا ما تحاولي تقولي مع راسك لا صافي راه ماشي مشكل، راه غادي نقدر نبدلو من مور ما نتزوجو، ولا حتى انت تقول لك نقدر نبدلها. حتى شي حد ما كيتبدل من غير الا هو من الداخل ديالو بصح باغي يتبدل، وداك الحاجه ولا كيشوفها بصح ما نافعاش. من غير هكا راه ما يمكنش تبدل شي حد، سواء كان واش باغي يولد ولا ما باغيش يولد، سواء على اللباس باغي لك مثلا تلبسي واحد اللباس معين وانت ما باغاش، راه ما غاديش يتبدل بلا ما تحاولي. اجي نيشان وانت اجي نيشان، هذه احسن طريقه. اما داك القضيه ديال في الاول نقولوا صافي ماشي مشكل حتى من بعد، هذه اخطر حاجه ومن اكبر الحوايج اللي كيديروا المشاكل من بعد. بطبيعه الحال خاص يكون عندنا حتى التوافق العاطفي اللي غنقسموا لكم جوج ديال الحوايج. اول حاجه بعدا هو التواصل الصحي. واش داك الانسان كتقدري تواصلي معاه بطريقه اللي صحيه، كيسمع ليك كتسمعي ليه، ما كيهاجمكش، ما كيبقاش يحاول يفرض الراي ديالو. واش كتكونوا كتحاوروا كتحسي باللي عندكم واحد الانسجام وكيسمع لك وانت بطبيعه الحال كتسمعي ليه، وفي الاخر كتخرجوا بواحد الحل كيف ما بغى يكون مشكل ولا كيف ما بغى يكون غير النقاش، ماشي بالضروري يكون مشكل. حيت راه الحوار من الحوايج المهمه في العلاقه وحتى لحل المشاكل. ماشي كتعطيوها غير الغوات ولا السكات مثلا، ولا كاين اللي كيوقع مشكل ما كيواجهش كيبقى غير ساكت. هادشي هذا سواء كان الغوات ولا كان السكات راه كيدل على عدم النضج. الانسان اللي ناضج راه كيعرف يتحاور وكيعرف يهضر، ماشي كيهرب من المشكل وما يهضرش، ولا غير يعطيها غير الغوات. شكل واحد جزء لا يتجزأ من العلاقه. اي علاقه كيف ما بغات تكون ضروري غادي يوقع فيها خلافات وغادي يوقع فيها مشاكل. داكشي علاش ولا بدا خص يكون بجوجكم عندكم واحد الادوات قويه اللي تقدروا تحلوا بها ديك المشكل، تقدروا تناقشوا بها ويكون بيناتكم واحد الانسجام اللي في الاخر كتخرجوا بواحد الحل كيرضي الطرفين. ولا بعض المرات طبيعه الحال كنكونوا شويه مضحيين، كتقولي صافي ماشي مشكل، ولا انت بصح كيقنعك ولا هو ولا انت كتقنعيه. المهم كتعرفوا توصلوا للحل المناسب في الاخر. واحد النصيحه مؤخرا عرفتها باللي كتقال، وهي ما تطولوش في الفتره ديال الخطوبه حيت غادي يوقعوا المشاكل. ياك صافي ناجلوهم حتى مور العرس ماشي مشكل، حتى الزواج عاد نوضوا المشاكل. الفتره ديال الخطوبه ماشي هي فتره ديال الحب والمشاعر فقط وداكشي الزوين، راه هي فتره ديال التعارف. خاصنا نتعرفوا على داك الشخص، والا وقعوا فيها المشاكل هذا الشيء راه مزيان وهذا هو المراد. حيت خاصنا نعرفوا واش غنعرفوا نحلوا هذه المشاكل ولا لا، ولا هذاك المشكل اللي وقع واش كبير ما نقدوش اننا نتقبلوه في داك الشخص. فهي بالعكس راه شي حاجه اللي مزيانه، حيت كتخلينا نتخذوا القرار قبل ما يفوت الفوت، ولا ماشي كيفوت الفوت وانما كنتفرقوا باقل الاضرار. حيت الفراق من مور الزواج راه كتبقى شي حاجه اللي صعيبه. في الفتره ديال الخطوبه ما تبقاوش عاطينا غير الحب والغرام، فكروا بالعقل. هي ماشي فتره ديال ما خصوش يوقعوا فيها المشاكل، هي اللي خاص يوقعوا فيها المشاكل. كنحددوا واش داك الشخص غادي يعرف يحل معنا المشاكل، وواش دوك المشاكل اللي وقعوا كبار علينا وما نقدوش اننا نستمروا فيهم. ثاني حاجه في هذا الشابيتر هي الاحترام والدعم. واش هذا الشخص عطيك قيمه، كيقدرك، كيحترمك وكيدعمك، كيبغي يشوفك كتطوري من راسك وكيفرح لك، ولا لا، ولا غير ديما كيحاول ينقص منك في اول فرصه كتجيه، يحاول يبين لك بلي انت ما عندكش واحد الاهميه وبلي انت ما كتفهميش ديري هذه وما كتفهميش ديري هذه، ويقدر يوصل الامر كاع انه يغوت ولا يضرب ولا يهرس.
هاد القضيه هذه مهمه بزاف. الاحترام والدعم ليك شي حاجه اللي قويه بزاف، وطبيعه الحال كلا الطرفين حتى انت كذلك. المهم خاص داك الانسان يكون كيقدم لك واحد الدعم وكيحترمك وكيقدرك وعاطيك واحد القيمه. وضروري ما تشوفي كيفاش كيعامل الناس في المحيط ديالو، واش كيعاملهم حتى هو باحترام، راه ماشي غير انتيا. شوفي التعامل ديالو معاك اكيد، وخاصك تشوفي التعامل ديالو مع الناس الاخرين، سواء كان مع السيرفور ولا صحابه ولا عائلته. واش كيعامل باحترام ولا باقه ولا متكبر؟ واش انسان اللي عنده الكلمه ديالو مع عائلته، عنده شخصيه ما كيحكم فيه حتى شي واحد كيف ما بغى يكون هذا الواحد. خاصك تلاحظي كيفاش كيتعامل مع المحيط ديالو وكيفاش المحيط ديالو كيتعامل معاه، كيفاش كيتعامل حتى مع المحيط ديالك نتيا. واش كيحترم عائلتك، واش كيحترم الصداقات ديالك، واش ما كيبقاش يفرض عليك انك تفارقي مع شي حد واخا هو ما دار لك حتى شي حاجه، وكتشوفي واحد التسلط وباغي غير يتحكم فيك غير هكاك وصافي، ما كاين حتى شي سبب اللي مقنع بصح. كيحاول انه يفرقك مثلا على صحابك ولا على عائلتك، ولا ما كيحترمهمش وكيعاملوك مزيان، كيعايرهم. يعني كيف ما قلت لك خاصك تشوفي الاحترام واش كاين ليك نتي، الناس اللي كيعرفوا هو وحتى الناس اللي كتعرفي نتيا. خاص يكون انسان عنده شخصيه قويه، انسان اللي عنده مبادئ، عنده قيم، كيعرف يحترم الاخر وكيعرف الحدود ديالو، امتى خصو يتدخل وامتى ما خاصوش يتدخل. مثلا نتيا دار واحد الحاجه ما عجباتكش وقلتي له انا راه هاد القضيه هذه ما عجباتنيش ما تعاودش ديرها، هنا خاصك تشوفي واش غادي يعاود يديرها ولا لا، حيت راه الا عاود دارها هادشي كيدل على انه ما كيحترمكش وما عطيكش واحد القيمه. هادشي هذا غادي يبقى يتعاود ديما وفي اي حاجه، واخا تبان لك شي حاجه بسيطه وعاود دارها راه تقدر تعاود في حاجه اللي كبيره. فالانسان اللي كيعرف بلي الحاجه كتضرك وكيعاود يبقى يديرها راه ما كيحترمكش وما عندوش واحد النضج. ومنين دابا كنهضروا على المحيط الاجتماعي، ديك القضيه ديال تمشي تسولي عليه الناس قبل ما تزوجيه غير بلا ما ديريها، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي كيعطيو واحد الصوره لامعه للناس في المجتمع، كيبانوا بانهم مزيانين، كل خر كيتصدموا فيه انه لقاوه مجرم ولا شي كارثه. تسوقي الاراء ديال الناس في حتى شي حاجه، نتيا تعرفي عليه راسك، نتيا حددي واش كاين دوك المعايير اللي انت بغيتيهم فيه ولا ما كاينينش. وبما انه هضرنا على المعايير دابا غنقول لكم واحد النصيحه. فاش تلاقي بواحد الشخص وسولك شنو الحوايج اللي كيعجبوك في الراجل، شنو الحوايج اللي ما كيعجبوكش، بلا ما تكسي تقولي له التفاصيل بدقه بواحد جوج ثلاثه هذا اللي كيعجبني اللي ما كيعجبنيش. علاش؟ حيت كاين جوج احتمالات. اولا سوا غادي بلا واعي منه غادي دوك الصفات اللي كيعجبوك يقدر يولي هو يديرهم بلا ما يحس، واخا هو في الحقيقه يقدر ما يكونوش فيه، ولا يولي الحوايج اللي هما خايبين نتيا ما كيعجبوكش يولي كيفيتيهم وما كيبغيش يديرهم واخا يكونوا فيه. يقدر هادشي يكون بصح بلا وعي ديالو، غير حيت مثلا بغى يقدم لك واحد الصوره زوينه في داكشي ولا كيحيدو، ولكن راه ما حيدوش بصح. يعني راه يقدر يبان لك في المستقبل بلي داكشي كله ما كاينش فيه. ولا في الاحتمال الثاني يقدر بصح انه يمثل عليك ويقول هاد القضيه ما كتعجبهاش صافي ما غنديرهاش، هاد القضيه كتعجبها ويجلس يمثل عليك. فانتيا تفاديا لهادشي كامل ما تقوليش ليه معايير اختي اللي انت باغا، قولي ليه مثلا وحده ولا جوج اللي بساطين. مثلا ما كيعجبنيش الانسان اللي كيكذب، ما عرفتش شوفي انتيا ما تكسيش تحددي معايير عندك انت في راسك، حوايج اللي انت بصح باغاهم والحوايج اللي انت ما باغاهمش. ديري يدك بحال هكذا وشوفي راسك واكتشفي واش هما بصح فيه ولا ما كاينينش فيه. ودابا غادي نهضروا على المظهر الخارجي. ما تقوليش مع راسك واش الا اهتميت بالمظهر الخارجي غادي نكون انسانه اللي سطحيه. لا بالعكس تماما، الشكل الخارجي راه هو الانجذاب الاول سواء ليك ولا ليه. ضروري ما خاص يكون بيناتنا واحد الانجذاب ديال الشكل الخارجي. عاد باش كنشوفوا لداخل خاص يكون عاجبك في الشكل الخارجي ديالو. ما يمكنش انسان يكون بصح ما عاجبكش كاع زيرو، عاطيه زيرو وتقولي لا راه ماشي مشكل دابا يعجبني عقلو. ما يمكنش. انا ما كنقولش لك خاصو يكون ملك الجمال ويكون فيه كاع المعايير اللي حاطها المجتمع على الزين، ولكن الحاجه اللي كنقول لك انه يكون مقبول بالنسبه ليك انت. فاش كتشوفيه كيجيك اتس جود، عادي يعني عاجبني. واخا ما يكونش عاجبك 100%، الا كان عاجبك غير واحد النسبه عاجبك بصح الا تعرفتي على عقلو عرفتي شخصيته بغيتي الداخل ديالو غادي يولي 100% ديك الساعه غتكمل النسبه وكوني مأكده. اصلا المعايير الجماليه مختلفه من واحد لواحد. كاين اللي غادي يعجبو واحد النوع ديال الجمال وواحد اخر غادي يعجبو نوع ديال الجمال. ماشي كلنا كنتلاقاو في هذه النقطه هذه. فانتيا اللي ما عجبكش شي حد راه ماشي زعما انت كتنقصي منه ولا شي حاجه، بالعكس هذاك اللي ما عجبكش راه غادي يعجب واحد اخرى. كل واحد كيفاش كيشوف الجمال الخارجي. وكيف ما قلت لكم المظهر شي حاجه اللي مهمه في بدايه العلاقه ولا حتى في نهايه العلاقه وفي استمرار العلاقه. ما يمكنش تكوني مع شي شخص اللي ما عجبكش نهائيا.
ولكن الحاجه اللي مهمه انك ما تكونيش كتختاري الشخص اللي غتزوجي به ولا على هاد القضيه هذه فقط. راه باش تختاريه على الزين ولا على الطول ولا على شي حاجه بوحدها راه ما كافياش نهائيا باش تقدوا انكم تبنيو واحد العلاقه اللي تكون وطيده وعلاقه اللي مزيانه وفيها واحد الساس اللي قوي. مثلا نتيا كيعجبك الانسان اللي يكون طويل، فريمون يكون طويل، ديريها عاد تشوفيه راه لهيه. ولكن جاك واحد الانسان اللي ما طويلش بزاف اللي يلاه كديري غير هكا تشوفيه. اوكي، انا في نظري خاصك تعطيه فرصه وخاصك تعرفيه على بصح الداخل ديالو كيفاش داير. ما غاديش نشدو واحد الورقه وستيلو ونقصو نرسمو الشخص اللي حنا بغيناه ونقولوا لهم يلا خرجوا لينا دابا فوتوكوبي عفاكم وعطيوه لينا. كاين انجذاب لواحد الشكل معين، وكاين بعض المرات ما تقدريش تنجذبي لواحد الشكل معين، ولكن ما يمكنش انك تبقاي كتحددي بالمسطره بغيت عينيه عسليين طويل بزاف وشعرو بوكلي ولا رطب ولا ما نعرف. ما يمكنش تحددي بهذه الطريقه هذه. نتيا غتشوفي واش بصح عاجبك ولا لا، هكا بصفه عامه، ماشي خاصك يكون في هاد التفصيله وهاد التفصيله وهاد التفصيله. اوكي دابا غادي نهضروا على الفلوس. الفلوس راه هي واحد الوسيله مهمه في الحياه الانسان، حيت راه كتسهل علينا بزاف ديال الحوايج، هي راها ضروريه. وديك القضيه ديال الفلوس ماشي مهمه راه فكره خطا بزاف، بالعكس راه بسببها كيقدروا يوقعوا بزاف ديال المشاكل الاسريه اللي كان ممكن ما يوقعوش. ولكن رغم الاهميه ديالها راه ما كيعنيش انها ممكن تخلق واحد الحياه الزوجيه سعيده. ايوا دابا شنو المعمول؟ مهمه وبسببها يقدروا يوقعوا مشاكل، وفي نفس الوقت ماشي مهمه وماشي هي اللي غدير السعاده. الحل نوعا ما بسيط وقدام عينيكم، هو ما نشوفوش هذاك الشخص شحال عنده د الفلوس وشنو المنصب ديالو وواش عنده عرام ديال الفلوس ولا عنده غير شويه د الفلوس. ماشي هذا هو المهم. خاص نعرفوا واش داك الشخص انسان اللي كسول وكيبغي غير يبقى جالس، ولا انسان اللي كيخدم، واش كيعرف يتعامل مع الفلوس، كيعرف يوفر، كيعرف يصرف، ولا انسان اللي ما كيعرفش يتصرف الفلوس. خاص نشوفوا واش داك الشخص مسؤول وعنده واحد الابداع وعنده واحد القدره على انه يخرج راسو من المشاكل اللي يقدروا يوقعوا عليه في حياته. مثلا خرج من الخدمه غادي يعرف انه يمشي ديباني راسو ويمشي يجيب الفلوس، يمشي خدمه اللي تكون مثلا بسيطه ولا خدمه اللي غير يديباني بها، ولا انسان اللي صافي كيقول ايوا صافي ما خدمتش دابا ما عندي ما ندير وكيبقى جالس شهر في الدار وكيفيق مع جوج ديال النهار. واش هو انسان اللي كيعول على راسو وعنده واحد الاستقلال ذاتي، ولا ديما معول على مو باه وشي حد يجي يعاونو. هادشي هذا راه مهم بزاف من شحال الكميه ديال الفلوس اللي عنده. خاص نعرفوا واش عنده المهارات ديال كسب المال، ماشي واش عنده الفلوس. كاينين شحال ديال الناس اللي مثلا وقف معاهم الحظ في شي حاجه وداروا الفلوس ولا ورثوا شي حاجه، انا ما عرفتش. المهم عندهم واحد الكميه ديال الفلوس ولكن ماشي يخدموا عليها مزيان وما كيعرفوش يتصرفوا فيها. يقدر في لحظه واحده ما يبقى عنده حتى شي حاجه وديك الساعه شنو غندير؟ ولكن بطبيعه الحال الانسان اللي غادي يقرر على انه يدخل للزواج خاص يكون عنده واحد المدخول اللي قار ويقدر يوفر واحد الحياه اللي كريمه. شي الا تزاد على التفاهم اللي بيناتكم وداكشي كله اللي هضرنا عليه قبيله، غتكون كاينه واحد الامكانيه كبيره على ان هذا الزواج هذا ينجح ويكون بصح زواج اللي سعيد. بطبيعه الحال ما غاديش يكون خالي من المشاكل وماشي غادي يكون مثالي، ما كايناش المثاليه، ولكن غادي يكون عنده واحد النسبه كبيره ديال النجاح وغتكونوا بجوجكم كتكملوا بعضياتكم وفرحانين. دابا غادي نقول لكم شي ريد فلاغز ولا علامات الا بانوا لكم خاصك تحللي مزيان داك الشخص، تعرفي ديك العلاقه واش بصح صالحه لك ولا لا، ولا في بعض الحالات هربي. التحكم والغيره المفرطه، الانسان اللي ما كيقدرش يتحمل المسؤوليه سواء كانت في الاخطاء ديالو ولا في الخدمه ولا في اي حاجه. الانسان اللي كيكون بخيل وسواء كان في الفلوس ولا كان حتى عاطفيا، الانسان اللي ما كيقدرش يعطي وكيبغي غير ياخذ، اللي كيستخف بالمشاعر ديالك ولا حتى بالمشاعر ديال الناس اللي كاينين حداه وكيتنمر وكيعاير الناس، اللي كيكذب بزاف. ما تقولوش لي كنا كنكذبوا، ماشي كنا كنكذبوا بواحد الطريقه اللي كل مره محصل عليه كذبه. الانسان اللي كيكذب مشكاك وما كيثيقش فيك، اللي ما كيقدرش يتحكم في الغضب ديالو كيقول لك انا عصبي، وبعض المرات يقدر يعاير ولا يهرس ولا يضرب ولا يدير شي كارثه. اللي مزاجي مره باغيك مره ما باغيكش، مره باغي يخدم مره ما باغيش يخدم، ما عارف شنو باغي، والاكثريه كتكون معاك نتيا كل مره عاطيك وجه. هذا كيدل على انه ما عندوش اتزان عاطفي. وبطبيعه الحال راه ما نقدرش نتطرق لكاع المواضيع، وكاين شي مواضيع اللي نوعا ما حساسه
كنظن انكم فهمتوني اللي حتى هي ضروريه. داكشي علاش النصيحه اللي نقدر نعطيكم انه قبل ما انكم تدخلوا الزواج تحاولوا انكم تقراو كتوبه، تسمعوا الاخصائيين، لا ديروا دورات تكوينيه. هادشي الا كانوا كنتمنوا انهم يداروا، علاش لا؟ تعرفوا مزيان كيفاش كتبنى العلاقه، غتولدي كيفاش تربي الولاد. خاصنا نقراو على هادشي مزيان ونثقفوا راسنا ونعرفوا راسنا فين داخلين. مثلا فاش كنبغيو نخدموا شي خدمه معينه، كاين اللي غتقرا عليها 3 سنين، غتقراي عامين، 5 سنين، 7 سنين، غادي ديري واحد التكوينات وغادي تبقاي ديري في ليستاج وتاخدي الخبره هنا وتاخدي الخبره هنا، باش فاش تجي تخدمي داك الخدمه كيكون عندك واحد المجموعه ديال المهارات واكتسابات ومعلومات باش كتقدي تعطي مزيان في ديك الخدمه. غنقدروا نقولوا نفس الهضره على الزواج. ما نكرهوش يتداروا تكوينات للناس اللي مقبلين على الزواج، ولا حتى الناس اللي باقيين ما غاديش يتزوجوا، ياخذوا افكار، يقراو على العلاقات، تكوين العلاقه، تربيه الاولاد، اداره المال، وبزاف ديال الامور اللي غادي تفيدهم في العلاقه الزوجيه. راه الا قدرنا نبنيو واحد العلاقات الزوجيه اللي صحيه، ما امكن بطبيعه الحال ما غاديش تكون خاليه من العيوب، ولكن تكون سليمه قدر الامكان. غادي نقدروا نوفروا واحد المحيط اللي يكون مزيان للاطفال، نربيوهم مزيان بلا عقد ولا بعقد اللي اقل، المحيط اللي سليم مع جوج الناس اللي كيحترموا بعضياتهم، كيقدروا بعضياتهم. هكا راه غادي نزيدوا بالمجتمع القدام. الاسره هي واحد الجزء كبير من المجتمع. الا قدرنا اننا نكونوا اسر اللي مزيانه، اسر اللي متشبته، اسر اللي صحيه، حتى المجتمع ديالنا غادي يولي صحي. داكشي علاش ولا بدا خاصنا نبداو من راسنا، نطوروا راسنا ونثقفوا راسنا، وعاد ديك الساعه نتزوجوا وعاد نولوا. See you on next video. Bye.